3 قرارات في واقعة إجبار طالب مصاب بكورونا على أداء الامتحان بالإسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، سوف نقدم لكم عبر هذه القناة أحدث الأخبار، برجاء دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس حتى نستمر في نشر المزيد من الأخبار. إليكم تفاصيل الخبر. أصدر الدكتور محمد سعد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية 3 قرارات عاجلة في واقعة إجبار طالب بالصف الأول الثانوي مصاب بفيروس كورونا على أداء امتحان اللغة الأجنبية مستوى رفيع بجوار دورة المياه في فناء مدرسة نجيب محفوظ التجريبية. وتضمنت القرارات التالي: إبعاد مديرة المدرسة محل الواقعة مؤقتا إلى إدارة مرحلة المدارس الرسمية لغات بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية لحين انتهاء التحقيقات. إحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية لإجراء التحقيقات اللازمة على وجه السرعة، وعرض ما انتهت إليه التحقيقات على وكيل الوزارة بشكل عاجل. تكليف وكيل القسم الإعدادي بإدارة المدرسة تحت إشراف يومي من المرحلة والمتابعة بالإدارة التعليمية. وتأتي تلك القرارات عقب تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة همة أبو كيلة مديرة عام إدارة شرق التعليمية التابع لها المدرسة، وعضوية مدير إدارات المتابعة والأمن ومرحلة المدارس الرسمية لغات والاتصال السياسي وإدارة المتابعة بالمديرية. وكان ولي أمر اتهم إدارة مدرسة للغات في الإسكندرية بإجبار نجله الطالب بالصف الأول الثانوي على الحضور للمدرسة لأداء امتحان بعض المواد الإضافية رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأضاف الأب أن الطالب انصاع لقرار المدرسة وفوجئ بتنظيم لجنة خاصة له عبارة عن مقعد وتختة في الفناء بجوار دورات المياه. وده كان خبر النهارده، والتفاصيل كلها موجوده في صندوق الوصف للي حابب يقراها بنفسه. يا ريت في نهايه الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس حتى نستمر في نشر المزيد من الاخبار. واشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.